سلام، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة تاريخ سيناء. في هذه المرحلة اللي كانت ما بين القرون الوسطى حتى العصر العثماني، سيناء ولا عندها دور جديد ومهم بزاف. في العصر المملوكي سيناء كانت خط دفاع شرقي لمصر. المماليك بناو فيها حصون وأبراج مراقبة باش يحميوها من أي غازو جاي من الشام، وفي نفس الوقت يأمنوا الطريق اللي كانت كتمشي منها القوافل التجارية بين مصر والشام أو بين مصر والجزيرة العربية. سيناء كانت ممر رئيسي للحجاج المصريين والمغاربة اللي كيمشيو لمكة. القوافل كانت كتخرج من القاهرة وتدوز من سيناء، وكانت الدولة المملوكية كتأمن لهم الحماية والتمويل في هذه الرحلة الطويلة. ومن بعد ما طاحت دولة المماليك في يد العثمانيين دخلوا لمصر، وسيناء بقات بالنسبة لهم حتى هما منطقة استراتيجية لأنها البوابة الشرقية الوحيدة لمصر، وخلاوها منطقة عبور أمينة للقوافل. سيناء كانت بحال الشريان كيحمل تجارة التوابل والبضائع الثمينة من شرق مصر ومنها لأوروبا. الجمال كتسافر في الصحراء محملة بالسلع، وكانت هذه التجارة مصدر رزق أساسي للقبائل اللي كانت ساكنة في سيناء. المؤرخ والجغرافي الشريف الإدريسي وصف هذه المنطقة وقال على قلزم اللي هي السويس والفارما الأطلال ديالها كاينة على بعد 30 كيلومتر تقريبا شرق بورسعيد. قال الإدريسي أن القلزم جوج مدن عمرة، ولكن تخربت بسبب تسلط بعض قبائل العرب عليها وتراجع دورها التجاري وضياقة المعيشة على الأهل ديالها. وذكر كذلك أن المسافة بين البحر القلزمي والبحر الشامي، يعني المسافة ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، تتسمى فحص التيه، في إشارة لبلاصة فين توضروا بني إسرائيل في زمن موسى. يعني في العصور الوسطى سيناء لعبات دور المعبر الآمن، ودافعت على مصر في وجه الغزوات. دازوا منها حجاج وداز منها قوافل تجارية ربطات بين الشرق والغرب.